انت يا كابتن يا كبير يا ابو جلابيه حمراء، انا محتاج رشه ميه تساعدني في البقعه دي. في العالم بتاع كارز من ديزني في شخصيات كتيرة طبعا محفورة في الذاكرة بتاعتنا، لكن في شخصيات تانية لحد النهاردة لسه وراها أسرار وغموض ملوش إجابة. ومن أكتر الشخصيات الغامضة دي هو شخصية ريد، أو خلينا نقول بقى على حسب الدبلجة المصرية شخصية ولعة، وهو عربية المطافي الوحيدة اللي موجودة في نجع ريداتير. وأكتر سؤال بيجي في بالنا كل ما بنشوف الشخصية دي هو ليه ريد مش بيتكلم؟ يعني مثلا اتولد من الاساس كده ولا في سبب تاني هو مخبي عن الكل؟ الحقيقه يا جماعه اعتقد اني وصلت لاستنتاج على حسب النظريات اللي منتشره على الانترنت، واعتماد كمان على الادله البسيطه اللي الافلام قدمتها لنا. وفي الفيديو ده هنكتشف كده مع بعض السبب الحقيقي اللي مخلي ريد مش بيتكلم في عالم كارز. ريد او ولعة باين عليه انه مرتاح جدا في حياته داخل نجع ريداتير. هو مواطن محترم وبيقضي الصبح وبيسقي زرع المدينه، ودايما بيحب يساعد اصحابه وبيهتم كمان بيهم. كمان هو يعتبر من اكتر الشخصيات الطيبه والعاطفيه في عالم كارز. لكن لو هو فعلا هادي ولطيف بالشكل ده، ايه السر اللي مخبيه عن الكل؟ فلو انت اول مره على القناه وصلت لحد هنا ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول. ويلا بينا نكمل مع بعض. قبل ما يبتدي انتاج الفيلم بتاع كارز، كان المخرجين وقتها في البدايه ناويين ان عربيه المطافي الصغيره دي تتكلم عادي جدا زي باقي الشخصيات. في البدايه صناع الفيلم كانوا حتى جابوا شخص علشان خاطر يعمل صوت الشخصيه، وكان الشخص ده هو جو رانفت احد كتاب فيلم توي ستوري. لكن في النهايه ولع ما كانش ليه اي حوار حقيقي طول الفيلم، وكل اللي سمعناه منه كان يعتبر مجرد تنهيدات واصوات بسيطه ويمكن كمان عياط بسيط كده. ولما جه كارز 2 كان يعتبر جو ما بقاش موجود في فريق العمل لانه للاسف توفى في حادثه عربيه. وعلشان كده ناس كتير بتقول ان ده هو السبب الحقيقي اللي خلى ولعة ما يتكلمش في اي فيلم من افلام سلسله كارز. ببساطه بعد وفاه جو، بيكسار هنا قررت ان هي ما تحطش اي حوارات للشخصيه في الافلام اللي بعدها، وفضلت ان ولعة يبقى من غير كلام كنوع من التكريم لصديقهم العزيز. ولكن انا شايف ان دي مش القصه كامله يا جماعه، في يمكن تكون حاجه اعمق من كده شويه، وعلشان كده لازم نحفر اكتر في السؤال ده. وانا بصراحه يمكن اكون معتقد شويه ان ممكن يكون في سبب تاني ورا سكوت ولعة، وما اعتقدش خالص ان له علاقه بوفاه جو. وبقول كده لان الافلام نفسها سابت لنا شويه تلميحات. فواحدة هنا من التفسيرات المحتملة ليه ولع مش بيتكلم هي اللي الشخصيات نفسها قالتها عن طبيعته. ماطم قبل كده قال لبرق بنزين ان ريد مش بيتكلم لانه خجول جدا، وفي الحقيقة اغلب الشخصيات بتوصفه انه عربية مطافي انطوائية وبيلاقي صعوبة في التعامل مع الناس اللي ما بيعرفهمش. وده شفناه بنفسنا لما استخبى من برق بنزين اول ما طلب منه المساعدة. والاول لحظة كده التفسير ده ممكن يكون منطقي، لان اي شخص خجول او انطوائي بيكون صعب عليه يتكلم مع ناس غريبة. لكن زي ما قلت كده ده بيحصل بس لما الشخص يكون مش مرتاح او وسط ناس ما يعرفهمش، وعلشان كده التفسير ده ما ينفعش يكون هو الاجابة الحقيقية، لان في تفاصيل كتير مخفية في عالم كارز بتناقض الفكرة دي تماما. ولو فكرت فيها شوية هتلاقي ان ولع عنده علاقة قوية جدا بكل اللي عايشين في نجع ريداتير، والمفروض ان وسطهم بيحس بالامان وكمان الراحة. ومع ذلك عمرنا ما سمعنا ان هو نطق ولا كلمة واحدة حتى مع اقرب اصحابه، ولا يمكن احنا بس اللي فاكرين كده؟ ولو كان السبب فعلا انه مجرد خجول كنا على الاقل كده سمعنا بيقول مثلا كلمه بسيطه زي اهلا او حتى ايوه او لا. ولكن ولع عمره ما عبر عن نفسه بالكلام، هو بيعبر عن مشاعره واحاسيسه فقط. ولحد دلوقتي كل اللي سمعناه منه مجرد اصوات بتتغير حسب حالته النفسيه. لما بيزعل مثلا بيبتدي ان هو يعيط، ونسمع مثلا الانين بتاعه صوته وهو متاثر، لكن غير كده ولا كلمه. ولحد هنا كل حاجه بتخلينا نصدق فعلا ان ولعة ما بيعرفش يتكلم. لكن الحقيقه ان في تفصيله صغيره جدا، يمكن صغيره لدرجه يعني ان في ناس قليله اللي خدوا بالهم منها، وهي ان ولع اتكلم قبل كده فعلا في افلام كارز. طيب هل معنى كده ان ريد يقدر يتكلم؟ الاجابه هي ايوه، واكبر دليل على ده موجود معانا في اخر احداث اول فيلم تقريبا، لما ماك لقى برق بنزين في رجع ريداتير بعد ما برق بنزين ركب جوه المقطوره بتاعت ماك. لو ركزت في الخلفيه هتلاقي ريد او ولع واقف بيتكلم مع مراسل بيعمل مقابله معاه. والمشهد ده بيهدم تماما فكره ان ولع ما بيتكلمش مع الغرباء لانه خجول، لانه في اللحظه دي كان بيتكلم مع شخص غريب تماما وحواليه كمان ناس كتير ما يعرفهمش. والصراحه النقطه دي خلتني محتار اكتر، لان في نظريه تانية بتقول ان ريد او ولع ممكن يكون اتعرض لحادث خلاه يفقد صوته. ورغم ان الافلام عمرها ما قالت الكلام ده بشكل مباشر، الا ان النظريات دي ممكن يكون فيها جزء من الحقيقه، خصوصا لو افتكرنا ان شغلانه اصلا ولعة كانت عربيه اطفاء.
وده بيفتح احتمال انه اثناء شغله حصلت له اصابه او حادثه خلاه فعلا ما يعرفش ينطق الكلمات بعد كده. يمكن مثلا وهو بيطفي الحرائق الدخان مع الوقت اثر على احباله الصوتيه، او مش لازم يكون الحادث حصل اثناء الشغل اصلا، ممكن يكون اتعرض لحادثة عربية أثرت على الجزء في المخ المسؤول عن الكلام وبالتالي فقد القدرة على النطق. وفي احتمال تالت مرتبط بالنظرية دي، وهو إن ولع ممكن يكون أبكم من يوم ما اتولد، يعني يقدر يسمعك ويفهم كل كلمة بتقولها، لكنه ببساطة ما بيقدرش يرد عليك لأنه غير قادر على الكلام. لكن النظريه دي بصراحه مفيش اي دليل قوي عليها، لان في عالم كارز عمر الافلام ما ادتنا اي تلميحات ان ولع عنده الاعاقه دي، ولو كان فعلا ابكم كنا هنشوفه بيتواصل مع الناس بطريقه مختلفه زي الاشارات او اي وسيله تانية للتعبير، لكن عمرنا ما شفنا اي حاجه من دي. وكمان سالي وماطم ما كانوش هيقولوا عليه ان فعلا خجول، كانوا ببساطه هيقولوا انه مش بيقدر يتكلم. والكلام كمان اللي قالته الشخصيات ده بيخلينا نفكر في حاجه مهمه، وهي ان ولع في وقت من الاوقات اكيد كان بيتواصل معاهم بشكل طبيعي. يمكن كان مثلا الكلام معاه صعب بسبب ان هو خجول شويه او انطوائي، لكن في النهايه كانوا قادرين يفهموه ويتكلموا معاه. ولو جمعنا الفكره دي مع نظريه الحادث هنوصل لاحتمال مثير جدا. ممكن ولع وهو صغير كان عنده القدره على الكلام والتواصل، وبسبب شخصيته الخجوله ما كانش بيتكلم كتير لكنه كان يقدر يتكلم عادي، لكن بعد كده ولسبب معين اتعرض لحادث اثر على الجزء المسؤول عن الكلام في المخ، او خلينا نقول على احباله الصوتيه. ولو ده حصل فعلا يبقى الحادث لازم يكون وقع بعد احداث الجزء الاول، وده هيفسر ليه شفناه في اخر الفيلم بيحرك بقه كانه بيتكلم مع المراسل. وكمان ممكن ناخد هنا جيدو كمثال، هو كمان من الشخصيات اللي كلامها قليل جدا لكن واضح انه وراه قصه. صحيح ناس كتير بتشبهه بالمينيونز، لكن على الاقل جيدو عنده كام جمله مشهوره وسمعناه بيتكلم اكتر من مره. اما بالنسبه لولعه فغموضه لسه مستمر، او يمكن في احتمال تاني خالص، يمكن ولعه بيخبي سر اكبر، يمكن يكون جاسوس بيبعت معلومات لحد تاني علشان يسيطر على ناجي ريداتير ضمن خطه شريره. اكيد دي مجرد نظريه للمتعه لكن مين عارف. فانتوا بقى من وجهه نظركم شايفين فعلا ان ولعه ما بيعرفش يتكلم، ولا هو بس كل ما في الموضوع ان هو خجول شويه ما بيعرفش يتكلم مع الناس الغريبه لكن بيتكلم مع اي شخص من ناجي ريداتير عادي جدا؟ فكالعاده بقى استنى رايكم في الكومنتات، ولو استرحت هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام. ممكن توسع؟ عايزه اتفرج على الولد الحليوه ده. عارف كنت بصفر زمان حلو قوي.